كابتن اشرف خضر المدير الفني لنادي كفر الشيخ النهارده نقول يعني كويس انها نقطه. لا هو يعني النقطة مش وحشة، لكن مجريات المباراة انت شفت، انت بتتكلم في فرص، والشوط الاولاني بتتكلم في 3 فرص، الشوط الثاني بتتكلم في كورتين في القائم. يعني التعادل اكيد مع فرقة ضبعة بتنافسنا وفريق كويس وفريق عندهم مدير فني محترم وجهاز محترم، لكن مجريات اللعب زي بقول لك لا كانت تقول ان احنا نكسب النهارده، لكن الحمد لله. مهم قوي ان انت في الفرقة اللي بتلعب اللي بتنافسك تنافس مباشر، يعني انت ما تخسرش منها. الحمد لله رب العالمين. لسه محافظين على شباكنا الحمد لله كأحسن دفاع الحمد لله في المجموعة السادسة الحمد لله رب العالمين. مهاجميننا بدأوا يجيبوا إن شاء الله، وأعتقد الماتشات اللي جاية عندنا مباراة عندنا الأولمبي، الماتش اللي جاي ماتش صعب جدا وماتش مهم جدا، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نواصل ونقدر نفوز إن شاء الله ب3 بونت مهمين جدا. كابتن علاء نوح المدير الفني للضبعة النهارده بنقول لك يعني مباراة قوية، بس يعني فرقت معاك في الأهداف. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا الجدول بتاعي ظالمني وانا لسه صاعد السنه دي وماشي بالبتاع دي. انا بشكر لعيبتي وبشكر الاداره وبشكر كل الناس اللي مسؤوله على النادي وكده، بس انا الحمد لله انا ملاعب كفر الشيخ وملاعب دمنهور وملاعب ابو قير وملاعب كفر الدار، فمن اصعب الماتشات قابلتها في الاول. كفر الدار في ملعبهم ما حدش هيكسبهم، يعني هم كفر الدار كسبت كفر الشيخ في كفر الدار وتعادلت مع الاولمبي وتعادلنا احنا معاها، فاحنا دي اصعب فرقه احنا لعبناها. فالحمد لله الجدول اللي جاي ان شاء الله يكون خير يعني ان شاء الله. شايف لقاء سكة حديد طنطا اللي جاي ازاي؟ لا هو الماتشات كلها خلاص، يعني ماتشات كؤوس خلاص، لان الماتش ما ملوش عوده. وبعدين زي ما انت شايف المنافسه في 6-7 فرق في المنافسه، يعني مفيش الاولمبي اللي بعد. كفر الشيخ هتكمل ان فرقه محترمه وفرقه كويسه قوي ومعاهم مدرب محترم. وانا عايز اشكر التحكيم النهارده، انا عايز اشكر التحكيم، يعني انا والكابتن اشرف يعني طالعين الحمد لله ان لسه الحكام بخير والحمد لله يعني. شكرا يا كابتن. ميدو مدير الكرة بالضبعة النهارده بنقول لك لقاء قوي وكان ند في مجريات اللعب. والله الحمد لله، يعني الماتش كان كويس بين الفريقين كبار، كفر الشيخ ونادي لسه صاعد نادي شباب الضبعة، وعملنا فرقة كويسة والحمد لله على النقطة. الحمد لله نقطة حلوة ليا ولكفر الشيخ، واللي جاي ان شاء الله ربنا يكرمني فيه. عندي 5 ماتشات في ملعبي، في 4 فرق منهم بينافسوا من اجل البقاء في الدوري، ان شاء الله ربنا يكرمني فيهم ان شاء الله. ميدو كلمة للأستاذ عبد الناصر زيدان وضيفه الكرام في الاستوديو النهارده، تواجد كاميرا كرة بلدنا في ملعب الضبعة. أنا بشكر الأستاذ عبد الناصر زيدان والأستاذ محمد باهي على اهتمامهم بالدوري القسم الثاني ودوري الغلابة، ما هم الوحيدين يعني المهتمين بدوري الغلابة. كل القنوات طبعا متجهين للسياسة والبرامج التوك شو. طبعا الأستاذ عبد الناصر زيدان راجل محترم وراجل يهتم بالناس الغلابة، الأندية اللي زي حالاتي وزي الحمام وزي مطروح وزي زي كفر الشيخ، كل الأندية الجماهيرية الحمد لله. ماشي، بنشكرك يا ميدو، بنتمنى التوفيق للضبع. الله يخليك. وطلب مناشدة بس من سيادة محافظ مطروح السيد اللواء بدر طنطاوي، يعني ياخد نظرة بس، نظرة للفريق نادي شباب الضبعة، نادي بينافس باقل الامكانيات، والاستاذ عادل عطا وكيل الوزاره بيسويني انا بالانديه اللي عايزه تنزل، يعني النادي اللي بيصعد بياخد زيه زي الانديه اللي عايزه تنزل. يا ريت يعني السيد محافظ مطروح ياخد باله من النقطه دي، يا ريت يعني. شكرا.